تخلص لربك فيما كان من عمل، وليتفق منك إصرارا وإعلان، فكل فكر لغير الله وسوسة، وكل ذكر لغير الله نسيان. أيها المسلمون عباد الله، إذا فما حكم هذا الإخلاص؟ حكمه أيها المسلمون عباد الله فرض واجب في حق كل مسلم ومسلمة. أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالإخلاص في العبادة، فقال عز من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله سبحانه وتعالى ذاته بإخلاص العبادة لله. قال سبحانه وتعالى في محكم الذكر والتبيان: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وأمر الله سبحانه وتعالى عباده بإخلاص الدعاء له، فقال سبحانه وتعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإخلاص ينجيك من إضلال الشياطين وإغوائهم. قال سبحانه وتعالى: إلا عبادك منهم المخلصين. الإخلاص يورثك نعيم الجنة. قال سبحانه وتعالى: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. الإخلاص يا أمة الإسلام، الإخلاص يطهر قلبك من الحقد والغل والخيانة. روى أحمد وابن ماجه وصححه الألباني عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغول عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أي أن هذه الخصال الثلاث من أعظم أسباب صلاح القلوب وسلامتها. فمن حقق الإخلاص لله ونصح لولاة أمور المسلمين سلم قلبه بإذن الملك العلام من الغل والحقد والخيانة وسائر أدواء القلوب. وخص الإخلاص بالذكر لأنه أصل الأعمال كلها، فإذا صلح قصد العبد وخلصت نيته لله سبحانه وتعالى طهر قلبه من كثير الآفات التي تفسد الأعمال وتفرق بين المسلمين.